يا صباح الفل، يا صباح الورد عليكم. او هقول مساء الورد، مساء الورد عليكم بقى، عشان احنا ايه، دلوقتي احنا يعني بالليل، فمساءكم زي الورد ومساءكم زي العسل. الفيديو ده بسيط وصغير جدا وسريع. كنت انا قلت لكم بعد ما ركبت الجزئين بتوع المطبخ ان لما عجبني المطبخ جدا اخدوا مقاسات الجزء بتاع الحوض، لان كان شكله بيطلع في الفيديوهات مش لطيف كده. وخدوا المقاسات، وقلت ان انا هركب واحده كمان فوق الحوض عشان تكفي حاجه المطبخ، لان لحد دلوقتي حاجتي لسه متكركبه في كراتين، والمطبخ ما كفاش طبعا حاجتي يعني. اتفاجئت النهارده، انا كنت اصلا النهارده بصور فيديو مهم جدا جدا يا جماعة. بالله عليكم، بالله عليكم، انتوا لازم تشوفوا الفيديو اللي هينزل بعد الفيديو ده على طول. بالله عليكم، انا بستحلفكم بالله. يعني انا عايزة لايكات وشير للفيديو اللي هينزل. لازم لازم تركزوا في الفيديو اللي جاي جدا. الفيديو ده بسيط وسريع زي ما بقول لكم. انا هنا كنت نسيت ان يعني انا فضيت الصفايه اللي هي اسمها ايه، اللي هي الصفايه اللي بتبقى فوق الحوض دي اللي فيها الاطباق والحاجه. فضيتها وفضيت الحاجات اللي تحت الحوض وفضيت لهم الجزئيه دي، وبدات اركن حاجات كتير فوق الرخامه. ونسيت ان انا طلبت رخامه لونها بني، وان انا يعني عايزه ابدل الرخامه الابيض في اسود. يمكن اللي شافوا الفيديو بتاع المطبخ لما جالي قلت ان هم هيغيروا لي الرخامه يعني. فنسيت، فهم قالوا لي فضلنا الرخامه عشان نجيب لك، نطلع لك الرخامه التانية. هنا وهم بيشتغلوا في الحوض كانوا فتحوا الميه غصب عنهم، حنفيه بتاعت غساله الاطباق، وانا ما عنديش غساله اطباق، فاتفتحت منهم عملت شويه ميه. فقلت ايه، امسحها كده بسرعه عشان ما حدش يتزحلق ولا حد ايه يلبخ الدنيا. هنا بدات افضي الرخامه، كان عليها حاجات كتير والكوبايات والحاجات دي. رحت برضو مفضياها، واكرم ابني ساعدني وكان تعبان كمان، وكان راكب خيل وكان جسمه كله وجعه. وبدأ يا حبيبي ما كانش قادر حتى يعمل وحملت عليه شوية، لأن التاني طبعا الكبير آدم كان نايم. فأكرم ربنا يبارك لي فيه يا رب ساعدني شوية، وبدأ يحط معايا الحاجه، يعني يخرج معايا الحاجه بره. هنا بقى كنت فضيت لهم الرخامه، وهنا كانوا بداوا يشتغلوا في القطعه تحفه تحفه تحفه. ثبتوها طبعا في الحوض نفسه، ثبتوها في الحيطه، وهتشوفوا القطعه التانية فوق بقى الصفايه بتاعه الاطباق. انا كنت طلبت منهم ان الجزء اللي في النص يكون صفايه اطباق. حتى والله العظيم الشركه دي شركه محترمه قوي. حتى الصفايه بتاعه الاطباق اللي جوه الوحده هتشوفوها، الصفايه نوعها نضيف جدا جدا جدا، استانلس نضيف قوي قوي، شكله خطير تحفه. وحتى يعني معمول بقى الصفايتين فوق بعض او دورين، وتحتيهم كمان جزء كده بيطلع بيخرج عشان لما الميه تنزل عليه تقدري تفضيه وتنشفيه وتمسحيه وتدخليه ترجعيه تاني. عاملينها حلوه قوي قوي قوي، ربنا يبارك لهم يا رب. وعايزه اقول لكم ان سعرهم كويس، وانا حتى في الفيديو بتاع المطبخ انا حاطه لكم اللينك بتاعهم في تعليق مثبت، وبرده في الفيديو ده انا هحط لكم في تعليق مثبت برده اللينك بتاع الشركه. شركه محترمه والله مش كلام، بس فعلا شركه محترمه قوي. شركه امينه جدا. بصوا هما هنا كانوا بيقولوا لي شوفي طولك عشان انا قصيره لان الوحده التانية كانت طلعت عاليه سنه، وبرده ايه بتعذبني الارفف اللي فوق. ولكن دي قلت عشان اهم حاجه الاطباق بعد ما اغسل وما اجي اعلقهم ما احتسش، عشان الصفايه كانت متعلقه فوق قوي. كنت بنده لادم يطلع يعني يجيب لي الاطباق اللي فوق خالص. هنا بقى بدأوا كانوا يركبوا لي كمان الوحدة اللي فوق، هي دي الوحدة الحمد لله. المطبخ يعني كمل، ادعوا لي بقى عقبال التلاجة يا رب يا رب يا رب، عشان احنا داخلين خلاص، بدأنا الشتاء بدأ هيروح والصيف هيدخل علينا. ربنا يا رب يجعلها ايام خير علينا، ورمضان كمان جاي علينا. وموضوع التلاجة ده حاجة مهمة جدا. مهما كان الديب فريزر اللي عندي ده مش هينفع خالص، لانه بيجمد، ما ينفعش تحطي فيه اكل، ما ينفعش تحطي فيه جبن، في حاجات كده خضار. يعني دايما حاطه خضاري يا في اطباق يا في اكياس، وحاطه في الارض كده على جنب، يا اما حاطه في اطباق بلاستيك وحطها في الارض عشان البروده بتاعه السيراميك تبقى عليه، او هو يبقى فوق البروده بتاعه السيراميك. فانا عايزه دعوه حلوه منكم، وعايزه ان ربنا يجازيكم خير يا رب. انا يعني انا ما بحبش اطلب حوار اعملوا لايك ومش عارف ايه واكتبوا لي تعليق حلو، ولكن يعني انا بطلب منكم وقفتكم جنبي،
ومش محتاجه اكتر من كده من كل اخواتي ومن كل الناس اللي بتشوف الفيديوهات. انا بشوف مشاهدات بتبقى كتير، ولكن ما بشوفش عدد لايكات وما بشوفش عدد كومنتات. كان في نقطة عقبال بس ما يركبوا كده الدنيا، كان في نقطة عايزة اتكلم عليها. بيجيلي كومنتات، واكيد انتوا شايفين على كل الفيديوهات من ساعة الفيديو بتاع الذبح اللي انا عملته ده، وانا كل الكومنتات عايزين ذبح الدجاج. ذبح انا مش قادره افهم. لو حد عارف ايه القصه دي، يعني اشمعنى ذبح الدجاج؟ يعني ليه مش ذبح الارانب، مش ذبح البط، مش ذبح الحمام؟ كل الناس ذبح الدجاج والتريش والتنظيف، يعني ان احنا نشيل الريش وننظف. مطلوب الفيديو ده مني جدا. ويا جماعه انا صعب جدا جدا. انا عشان القناه عندي الاعلانات واقفه، عشان الادسنس لسه الجواب بتاع اليوتيوب المفروض انه كان يجي لي او جالي وانا ما استلمتهوش او ما استدلوش على عنواني، فراح عليا، فاضطريت اعمل ادسنس من اول وجديد. الناس اللي عندها محتوى اكيد فاهمه، وفي ناس كتير فاهمه، ولكن الناس اللي مش فاهمه يعني هوضح لكم ان المفروض انا بيجي لي جواب من اليوتيوب لان انا نزلت اعلانات وبدا ينزل لي ربح. فطبعا حته طبعا ما نزليش الربح اللي في دماغكم، يعني طبعا انتوا عارفين اليوتيوب ما بتستلميش الربح غير لما بتكملي ال 100 دولار. وطبعا انا لسه بس بدا ينزل سنتات ودولار 2 دولار مش عارف ايه، وصلنا لحاجه و30 دولار، ووقفت الاعلانات عندي بسبب الجواب بتاع اليوتيوب اللي ما جاليش ده او اللي انا ما استلمتهوش. فاضطريت اعمل ادسنس من اول وجديد، ولسه هستلم الجواب عشان الاعلانات، عشان ادخل الرقم التعريفي عشان الاعلانات تنزل. انا عايزه مساعده كل اخواتي ووقفتكم جنبي في ان انتوا يعني دايما تعملوا لي لايكات. واللايك ده بيبقى مهم لسبب واحد، ان اللايك بيخلي غيرك يشوف الفيديو، والفيديو يظهر لناس تانية. طبعا هنا المطبخ انا صورت لكم الجزئيه دي بالبطيء عشان اوريكم. بصوا الصفايه حاجه محترمه قوي وحاجه شياكه قوي ونوع محترم من الستانلس ستيل جدا. والوحده ما شاء الله حلوه. وانا بدات اصفي شويه حاجات وافرز شويه حاجات عندي، وبدات اعلقها في المطبخ او احطها في المطبخ عشان احاول افضي الريسبشن. وده برضو دعواتكم ان انا اقدر افرش الريسبشن. طبعا شايفين المنظر ده كان مش حلو خالص وانا بصور الفيديوهات اللي فاتت، كان دايما منظر الحوض ده مضايقني. وان شاء الله نجيب سباك عشان في ميه بتنزل من الخرطوم ده، فهجيب لسه سباك ان شاء الله يظبطها لي يعني او يغيرها، عشان برضو شكلها مش لطيف اصلا. ونظبط الدنيا بقى. وهنا ثبتوا لي الوحده دي في الاستانلس بمسامير من على الحروف. لو انتوا شايفين كده مثبتين الحوض كله في الوحده نفسها، ومثبتين الوحده كمان في الحيطه من كل الجوانب. واحلى حاجه في المطبخ ده انه الوحده بتاعه الحوض والوحده الثانيه اللي في الناحيه الثانيه اللي هي عليها الرخامه برجول من تحت، يعني انا بقدر اكنس وامسح من تحتهم كمان. يعني دي احلى حاجه. برضو الرجول بتاعتهم استانلس نظيف قوي قوي وشكلها حلو جدا برضو، عشان لا تصدي، ومش خشب عشان ما تشربش ميه. هنا كنت بدات الى حد ما رصيت شويه حاجات، لكن كنت تعبت لان زي ما قلت لكم كنت بصور فيديو مهم جدا جدا اللي هينزل لكم يمكن بكره ان شاء الله ينزل. ده هنزله دلوقتي على طول، والتاني بكره ان شاء الله هنزله. فيديو مهم جدا ما كملتهوش، واستنيت لما الناس خلصت ومشيت وانا كملت بقيه الفيديو بالليل. هنا بقى كنت بدات ارص الرخامه. طبعا الرخامه برضو مازال لسه مكركبه او مليانه حاجات، لاني لسه برضو ما رتبتش افكاري وما رتبتش دماغي، ولسه بشيل حاجات من الوحدات اللي في الناحيه دي احطها هنا عشان افرز واطلع من بره واخلي المهم جنبي الاقرب لي، الحاجات اللي بستهلكها وبستخدمها يوميا، والحاجات اللي هي زي الدقيق بقى والحاجات الفانيليا والبيكنج باودر. الحاجات دي مش بتستخدم كتير، بنقلها بقى في الوحده اللي فوق الحوض. يعني شويه ترتيبات كده واحده واحده، وربنا ييسر الامر ليا ولكل الناس يا رب، ويرزقني ويرزقكم يا رب الخير. دعوه من قلبي والله العظيم، ربنا يصلح حالي وحالكم ويرزقني ويرزقكم يا رب، ويحقق لكم كل اللي تتمنوه. وكل الناس اللي بتتمنى تقف على رجليها وتعمل حاجه في حياتها ان شاء الله باذن الله ربنا يحقق لك املك. وبعد الصبر جبر، والحمد لله انا من الناس اللي صابره بقالها سنين، ويمكن انا داخله في سنتين على قناه اليوتيوب، سنتين شغل مش تفعيل.
يعني انا بقالي مثلا سنه وشويه تفعيل، ولكن سنتين شغل. والقناه دي يمكن انا كنت عاملاها من سنين فاتت، وكنت اشتغلت عليها كام فيديو كده للناس اللي ترجع للفيديوهات القديمه. ووقفت خالص شغل على القناه، ورجعت تقريبا من سنتين بدات اشتغل بشكل فعلي. وانتوا عارفين الفتره اللي انا حصل فيها الدروب النفسي، توقفت برضو عن الشغل وعن ان انا يعني اعمل فيديوهات، وبدات ارجع. ادعوني ان ربنا يثبتني على شغلي ورزق ولادي، ويرزقني ويرزقكم الخير يا رب. دعوه من قلبي والله العظيم ان ربنا يرزقني ويرزقكم. ده فيديو خفيف كده وبسيط ومش طويل، بس حبيت ان انتوا تشاركوني فرحتي. انا عارفه ان في حاجات بتضايق الناس، احنا مالنا يعني انت تفرحي، احنا مستفيدين ايه؟ ولكن الناس اللي بتبقى حياتها من العدم وتبدا من جديد، اكيد انا واحده من الناس بفرح جدا ليهم، وبفرح لان حد ان ربنا يرضيه ويعمل حاجه في حياته. انا مش هقول عملت حاجه قويه، ولكن دي حاجه بسيطه لسه والمشوار طويل. ادعوا لي اني اكمل بيتي على خير يا رب.